سلام سلام، جيت اليوم جبت لكم هذه لا فيديو من نادي الفروسية. كما راكم تشاهدوا واش نقول لكم، بلاصه بزاف شابه. نتمنى يا خياتي تزوروها وتدوا لها يعني وليداتكم وتفرحوهم، سورتو يعني في الويكاند. واش نقول لكم، مناظر بزاف شابه ما شاء الله. شوفوا الاحصنه، سورتو دراري يحبوا يشوفوا الحيوانات. كما راكم تلاحظوا صورت لكم عفوا هذا الاسطبل معمر بالاحصنه ما شاء الله. وفيها يعني ثانية البط، فيها بزاف يعني لي زانيمو. انا كنت صورت غير هذه لا بارتي، الجهه الاخرى كنت يعني التقطت صور برك، يعني ما درتش اون فيديو. شوفوا شحال شابه يعني فريمون ما شاء الله، ونقيه يعني ويعني ماذا بكم تدوا وليداتكم وتصوروهم مع هذو الحيوانات. شوفوا الله الله ما شاء الله. ويعني ختمناها رحنا للضايا. الضايا يعني بلاصة موجودة في ولاية المدية، على بالي يعني الناس المدية كامل يعرفوها وكامل يروحوا يتجولوا فيها. بلاصة يعني خضراء فيها بحيرة، فريمون صرنا بزاف ثم عائلات جازت ما شاء الله. يعني في الويكاند الواحد يروح ينحي على خاطره. شوفوا يعني مناظر جد خلابة، ان شاء الله يا حكايتي تزوروها. وبيان سور كالعاده والعوايد نجيب لكم توجور وصفه ديال صابلي بريستيج للنفاس تاع بنوتها. وانا هذا الصابلي كنت درتو في الاسبوع تاع بنتي ايلين، جبت يعني نشارككم الوصفه. وصفه هذا الصابلي بزاف هايله، يجيكم طري خفيف هش يعني فريمون ما شاء الله. شوفوا شحال جا شباب، الشكل تاعو فريمون راقي. نجيو ديريكتومون بيان سور كالعاده والعوايد للمقادير وطريقه التحضير. لهذا الوصفه كنت استعملت 250 غرام زبده طريه. كيما نقول لكم توجور انا نخدم بماني، زبده بزاف هايله. نضيف عليها حبه بيض مع زوج صفار البيض، يعني حبه كامله مع 2 صفار البيض. نخلط كامل هذوك المقادير يعني كيف كيف. ومن بعد نكون ديجا معبرة كاس ديال سكر ناعم مع كاس مايزينا. نكون بيان سور لازم نغربلوهم، نكون ديجا غربلتهم. ونبقى فانيت يعني نضم في هذوك المقادير كيف كيف. يعني هذا الصابلي يجيكم ما شاء الله، غير جربوه يا خياتي ما راكمش رايحين تندموا. خاصه يعني اللي ما ينجحلهاش الصابلي ولا يجيها يعني مكمش، ولا راح نقدم لكم كامل اسرار لي صابلي هذه لا فيديو. بعد ما ضفنا كاس مايزينا نجو نضيفو كاس سكر ناعم. بيان سور لازم تكونوا غربلتوهم يا خياتي. نضمهم كما راكم تلاحظوا كيف كيف. ومن بعد نضيفو يعني بيان سور قرصه ملح، نسيت ما قلت لكمش على قرصه الملح، ملعقه صغيره فانيليا. ونروحو نطمو بالفرينه مع رشه خميره كيميائيه. ونبقى نضم غير بالعقل من الفرينه اللي نضيفو غير بالعقل. كما راكم تلاحظوا لاباط ديالكم لازم تبقى طريه، سينو الصابلي راح يجيكم يابس. هذه اول يعني هذا اول سر من اسرار لي صابلي، لازم ما تكثروش الفرينه يعني حتى تيبسوا لاباط ديالكم. تبقاو تضيفوا غير بالعقل، غير تحسوها يعني شدت روحها سي بون. نخلو العجينه بيان سور بعد ما نضموها تريح واحد نص ساعه باش يعني نجو نخدموا هذاك الصابلي. يعني هذا السر الثاني، نخلوها تريح نص ساعه. ومن بعد نجيبو كيس بلاستيكي، هذا يعني السر الثالث مهم جدا. الكيس البلاستيكي باش يعني الصابلي ديالكم ما يجيش مكمش، يعني بعد ما يطيب لكم ما يتكملش لكمش في الكوشه، باش يعني تجيكم طريقه باش ترفدوه تجيكم سهله. نكون ديجا شاعله الفرن ديالي على درجه حراره 180. ندخل هذوك لي صابلي يطيبوا. شوفوا بعد ما طابوا لي لازم تعسوهم يا خياتي، غير تشوفوهم يعني طابوا تخرجوهم من الفرن. نروح نحضر الان كريمه الزبده اللي راح يعني نلصق بها لي صابلي تاع نهار اليوم. نحطو بيان سور كنت كملت ديجا لي صابلي نحطهم يبردوا ونروحوا نحضروا هذه كريمه الزبده اللي استعملت فيها 200 غرام زبده. كما راكم تلاحظوا خياتي راني نوريلكم في الميزان، مع 3 ملاعق سكر ناعم وملعقه كبيره يعني شوكولاته الطلي عفوا. كما راكم تلاحظوا نطلعهم كيف كيف بالباتور. ومن بعد يعني نحطها ثاني تبجيه. ونجيب هذوك لي صابلي بيان سور كما قلت لكم
ندير هذيك كريمة الزبدة في بوش، كانت عندي يعني توفيا كراميل اللي راح نحطها في الوسط. يعني وانتي ديري واش حبيتي، يعني في الطرف راح ندير كريمة الزبدة وفي الوسط ندير توفيا كراميل. واش نقول لكم، بنتها ولا اروع. نتمنى يا خياتي تجربوا هذا الوصفه. وصفه جد سهله، يعني راح تحضريها في دقائق، مش راح تشد لك وقت كبير. واللي يعني ما عندهاش هذو المقادير دير المعجون ولا شوكولا اتارتيني، يعني انت حره. يعني دائما واش يكون عندك لوازم في الدار تخدمي بهم، ماشي شرط يعني تقيدي واش درت انايا. شوفوا يعني نوريكم في الطريقة بالتفصيل باش ما تقولوش يعني بخلت عليكم ولا. شوفوا درت لها في الوسط فيها كراميل، جات ما شاء الله بنتها ولا اروع. نكون ديجا نذوب في الشوكولا لو سافور بذوق التوت. باسكو عندي بنوته راح يعني كيما قلت لكم هادو لي صابري درتهم عفوا كيما زادت بنتي إيلين، وعاودت معكم يعني الوصفه. شوفوا شحال شابه ليك لا كولور ما شاء الله. نعم يعني نطلي هذوك الصابلي بعد ما ذوبت الشوكولا، ضفت لها 2 ملاعق ديال الزيت كما راكم تلاحظوا، ونخلط. واش نقول لكم، بزاف هايله هاد الشوكولا ما شاء الله بنتها روعه، وميم في خدمتها تجيكم سهله. وكنت ديجا شريت هذوك لي ترونسفير شوكولا، راح نعمرهم بشوكولاته الوجدان بدون اي اضافات. تعمري هذوك لي ترونسفير يعني ما تضيفي والو سينو راح يخسروا لك. شوفوا بعد ما يعني نطلي كامل هذوك لي صابرين نحطهم ينشفوا ونروحوا نعمروا هذوك لي ترونسفير شوكولا. اي يعني حاجه راح نخدم بها راح نوري لكم النوعيه ديالها. نروحوا الان نعمروا هذوك لي ترونسفير بعد ما ذوبت شوكولا الوجدان بيضاء. نعمرهم كما قلت لكم، ذوبها ما ندير لها والو، نعمرهم ندخلهم كونجيلاتور 10 مينوت ونجبدهم نديمو ليهم. ومن بعد نزين بهم هذوك حبات لي صابلي من الفوق. وبهذا نكونوا لحقنا نهايه لا فيديو. نتمنى يا خياتي الوصفه تكون عجبتكم، نتمنى تجربوها. بيان سور ما تنساوش كالعاده والعوايد تشتركوا في القناه ديالي وتفعلوا الجرس وتبارطاجيو لا فيديو وتفعلوا الجرس باش يلحقكم كل جديد. ان شاء الله اللي عندها اي وصفه ولا تحطها لي في كومونتير، راح نشوف كامل الوصفات اللي راكم تحوسوا ليهم وراح ان شاء الله نحطهم معكم. مع السلامه خياتي في وصفات اخرى. ما تنساوش البارطاج وتجمجوا لي وتعليق شباب من عندكم. على بروشين.